انا النهارده جاي اقول لك على صفقات النادي الاهلي الجديده، وايه اللي بيحصل بالظبط جوه النادي الاهلي، ومين هيمشي ومين هيجي النادي. في مفاجآت كتيره واسماء تقيله ممكن تكون في الطريق للنادي الاهلي الفتره الجايه. خليك معايا للنهايه عشان تعرف الحقيقه الكامله. أول حاجة معانا وهي رجوع المدافع المغربي أشرف داري، طبعا بعد غياب طويل بسبب الإصابة، فتح جدال كبير حوالين مستقبله مع الفريق الفترة الجاية، خصوصا فترة الانتقالات الشتوية، وهي إن إدارة النادي الأهلي الفترة الجاية بتستهدف ضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، والمرشح هو اللاعب إبراهيمو دياباتي، لكن مفيش لغاية دلوقتي توقيع معلن لضم صفقة ضخمة داخل النادي الأهلي، ولكن هو الوقت المناسب. يبقى كده أهم وأبرز الأخبار معانا، وهي إن أشرف داري زي ما قلنا إن عودته ما فيهاش أي إعلان رسمي لبقائه في النادي أو تجديده. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى. لو عجبك الفيديو دوس لايك ودوس اشتراك لمتابعة كل جديد.